أعزائي المشاهدين، أقدم لكم اليوم كلمات عزاء ورثاء قليلة. رحل يوم الاثنين الماضي 19/1/2015 عن دنيانا الأستاذ الكبير الوقور المحبوب محمد جابر، رجلا من أبناء فندق شيراتون القاهرة السابقين، وكان يعمل بإدارة الحسابات بالفندق، رجلا عمل في صمت الواثقين المحبين، ورحل أيضا كذلك. كان عطوفا وطيبا ومحبا للغير، كان وظل بسوما دائما، لم أراه يوما عابسا أو متجهما أو متمردا أو شاكيا. كان راضيا على وعن كل شيء، مسبحا بحمد ربه، شاكرا نعمه دوما وأبدا. رحل عن عالمنا الشقي المليء بالبغض والحقد والغيرة والحسد، عالمنا الأرضي بشهواته وعذباته. رحل لعالم آخر أوسع وأرحب وأجمل، رحل الجنة وفردوس النعيم بإذن الله تعالى. أخا كريما وصديقا عزيزا وزميلا فاضلا، كنت دوما على اتصال به وأقدم له التهنئة في المناسبات والأعياد رغم تقصيري، فلتسامحني يا أخي الكريم. وكان دائما يقدم لي الشكر على واجب فعلته. ما أجملك يا أخي الكريم محمد جابر، المغفور لك بإذن الله تعالى. ما أرق مشاعرك، ما أوسع صدرك وأجمل صبرك. دعني اليوم أنعيك قائلا: عشت بيننا أخا كريما عزيزا صادقا وصدوقا وصديقا لكل موظف فندق شيراتون القاهرة وغيرهم، ورحلت كذلك كعادتك في الرحيل. لن ننساك أبدا، فأنت داخل قلوب محبيك المخلصين. لقد كنت تتجول تصنع خيرا على الأرض، وسنذكرك بما صنعت يداك الكريمتين. خالص تعازينا لأسرتك ومحبيك وزملائك وأصدقائك وكل من يعرفك أيها الرجل العظيم. البقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخيك المحب لك كامل هابيل. وأقول مع الشاعر في رثائك: أبكيك لو نقع الغليل بكائي، وأقول لو ذهب المقال بدائي، وأعوذ بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي. طورا تكاسرني الدموع وتأره، أؤوى إلى أكرومتي وحيائي. كم عبرة موهتها بأناملي، وسترتها متجملا بردائي. الفراق. وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه. تذكرة، إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء
حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا